كل سنة وانتوا طيبين. الفتة المصرية بس على طريقتي، من اول الصلصة ازاي تبقى معانا مظبوطة جدا لحد ما نشكل الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا. انا عاملة كميات من كل حاجة. هنحط الزيت والزبدة وبعد كده هننزل بالرز الابيض المصري مغسول، هنشوح فيه كويس قوي لحد ما كل حبايه من الرز تشرب الزيت والزبده اللي احنا حطيناها. 3 معالق صغيرين من الملح، وبدات احط الميه بتبقى فوق الرز بعقلتين، ممكن نزود حسب ما يحتاج عادي. قبل ما يشرب ميته كلها ببدا ان انا اهدي النار واسيبه يستوي، اسيبه لمده 15 دقيقه، وبعد كده لو احتاج ميه بزود له ميه عادي، ولو ما احتاجش بسيبه يكمل سوا عادي جدا. بعد كده هنبدا في اللحمه. انا استخدمت كيلو وقطعتين من اللحمه تقريبا. اي ريم زي كده نشيله لحد ما الميه تبقى صافيه تماما. بعد كده نبدا ننزل بصلايه كبيره وفلفل اسود وورق لورا وشويه 7